صباح الخير، ازيكم يا جماعة؟ هنعمل الناجتس المقرمش ده دلوقتي. بسيط جدا وممكن يتعمل مع شوية بطاطس محمرة مع مكرونة. ممكن تعملي وتحطيه لولادك في اللانش بوكس في اي وقت كده، ممكن ياكلوه للعشاء. هنبدأ دلوقتي بالمكونات بتاعته. معانا رغيفين فينو صغيرين، هنشيل القشرة بتاعتهم اللي هي على الوش وبعدين نعملهم نطحنهم في الكبة. وبعدين معانا الصدور، ومعانا الصدور البانيه الوراك اللي هي المخلية، هننضفها كويس قوي بحيث ان هي يتشال منها اي دهون. زي ما احنا شايفين كده هنقطعهم وهنفرمهم في الكبة. هنفرم الاول طبعا العيش في الكبة بالطريقة دي، وبعدين مطرحه على طول هنقطع طبعا الفراخ الاول. بعد ما قطعناها هنحطها تتفرم في الكبة، ما تكونش مطحونة قوي. بعد كده هنحطهم على العيش. العيش ده عندي كان بايت، لو انت مش متوفر عندك ممكن تحطي القلب بتاع التوست، هتشيل الحروف بتاعه التوست وتفرميها. ما نكترش طبعا العيش او الخبز. هنحط بقى دلوقتي التوابل بتاعتها. هنحط معلقتين صويا صوص هيدي ريحه وطعم. معانا جنزبيل بودر، معانا توم بودر، معانا بصل بودر، معلقه ملح. كل طبعا المقادير هنحطهم في صندوق الوصف. معانا الفلفل الاسود، ويا ريت لو عندك فلفل ابيض يفضل يعني. معانا معلقتين كبار نشا. بصوا لو لقيتوا اي شغط او اي حاجه جلد كده في اللحمه يفضل ان هي تتشال، ويا ريت ممكن ان هو يكون صدور خالص عشان توفر عليكي من ان انت تشيلي اي حاجه. هنروح حاطينهم كده في الصاج ونروح مقطعينهم كده. تحتيها كيس الاول هيدهن، وهقطعها كده تبقى مكعبات، وممكن ان انت تعملي على ايديكي زي ما احنا شايفين كده. هحطها في التلاجة تجمد عشان اعرف اقطعها اكتر، اقدر ان انا اقليها. ومعايا بقيه العجينه اللي هي بتاعه الفراخ هعملها كده، وبعدين اروح مكوراها واروح عاملاها نفس شكل الناجتس اللي هو الجاهز. شايفين؟ تدوريها من تحت كده وتطلعيها بوزه كده شويه. هحطهم في الفريزر شويه حوالي ربع ساعه تجمد. معانا الكورن فليكس. الكورن فليكس بيبقى حلو في التحمير عشان ما بيحمرش بسرعه، بيبقى عندي افضل من البقسماط. هطحنه كده في الكبة. معانا الطبقة اللي هي هتمسك الكورن فليكس او البقسماط الخشن. معانا كوباية دقيق، معانا نص كوباية نشا، معانا الخلطة بتاعت فيجيتار هحطها فيها طبعا التوابل. هحط ملح وهحط بابريكا، هحط فلفل اسود او فلفل ابيض. هنقلب كده الدقيق، هحط عليه تلج او مية ساقعة. هقلب الخليط مش هكتر المية علشان ما تبقاش سايلة قوي. هقعد ازود كده شوية لغاية لما يبقى القوام كده عامل شوية زي البانكيك. هجيب فراخ اللي هي اتعملت الناجتس الوحدات دي، هروح حاطة في الخليط كده اللي هو السايل، واروح شايلاها واروح حطاها كده في الخلطة. الكفر الاخير هتبقى كريسبي اللي هي الكورن فليكس. بصوا وتضغطوا عليها كده. بعد كده هجيب القطعة التانية اللي هي في الصاج كده اللي هي المكعبات، هعملها تاني كده، اقطعها بالسكينة واطلع الوحدات بتاعتها كده بنفس الشكل، وهعملها برضو بنفس الخلطة. هبدأ بقى دلوقتي مرحلة التحمير. معايا الزيت غزير يكون ساخن، ما يكونش بيغلي قوي علشان ما يحمرش طبقة من بره. هروح حاطة كده، وبعدين هوطي البوتاجاز او اوطي النار عليه. زي ما شايفين كده الكورن فليكس مش اللي هو بيتحمر على طول، فهنوطي عليه بياخد حوالي زي 10 دقايق لغاية لما يستوي. وبرده الميزة في الكورن فليكس ان هو ما بيتحرقش او ما بيتحمرش على طول لغاية لما يستوي. شكل وطعم وريحته حلوة جدا، طبعا احسن من الجاهز. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في سفرة فايزة، ولما تجربوها تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. والى اللقاء في